السلام عليكم يا أهل باب الرواح. القناة اللي كتفتح لكم بيبان القصص اللي مخبية في وسط الظلام. قبل ما نبداو، وجدوا كاس ديال أتاي، رخيو الوذنين، والأهم من هادشي كامل ذكروا الله وصليوا على النبي، حيث بذكر الله كتطمئن القلوب وكيتحصن الواحد من كل شر. مستعدين ندخلوا من الباب؟ قصة اليوم هي كان يا مكان وما يكون إلا الخير. كان واحد الشاب سميتو أيوب في عمرو قريب ل30 عام، ساكن بوحدو في شقة صغيرة في حي هادئ. من برا الناس كيشوفوه ولد مزيان خدام هادئ ما كيدخل في شي حد، ولكن من الداخل كان عايش حرب ما كيعرف بيها حتى واحد. أيوب من سنين دخل في طريق مظلم بلا ما يحس، بدا غير بفضول، فيديو هنا وفيديو تما، حتى ولات الأفلام الإباحية جزء من يومه. كان كيعرف باللي حرام وكان كيحس بالذنب، ولكن الشيطان كيعرف منين يدخل. كل مرة يقول غير هذيك المرة وغادي نحبس، ولكن المرات كتروا والقلب تقسى والصلاة ولات ثقيلة والقرآن ولا مهجور. شي ليلة بعد ما طفى الضو ودخل ينعس، حس بواحد الإحساس غريب. برد دخل لعظامو بحال شي حد واقف حداه. فتح عينيه ما شاف والو، ولكن حس بالنفس ديالو تقطع. قال في خاطرو غير توهام، غير العياء. ولكن نفس الشي تكرر ليلة من بعدها. كيطيح النعاس وفجأة يفيق، قلبه كيدق وكيسمع بحال تنفس تقيل قريب من ودنو. مرة وهو ممدد حس بحال شي يد تقيلة ضاغطة على صدرو. حب يهدر ما قدرش، حب يتحرك ما قدرش، غير دموع طاحت من عينيه وهو كيعرف داخلو باللي راه ماشي حلم. كان العذاب أقصى. شاف في الحلم واحد الكيان ما عندوش ملامح واضحة، ولكن عينيه سودة وكينظر ليه باحتقار. قال ليه بصوت بارد: نتوما اللي كتفتحوا الباب ونتوما اللي كتقولوا مرحبا. فاق أيوب وهو كيصرخ عرقان، قلبه غادي يخرج من بلاصتو. نهض مشى للحمام، شاف وجهه في المراية، ما تعرفش على راسو. قال بصوت مسموع: واش وصلت لهاد الحالة؟ الانكسار اللي جاب النور. داك النهار ما مشاش للخدمة، جلس بوحدو بكى بحال طفل. رفع يديه وقال: يا ربي، أنا ضعيف وأنا اللي فتحت على راسي هاد الباب، سامحني وعاوني نسدو. شد المصحف اللي كان مهجور في الدروج ونقى عليه الغبار، قرأ آية الكرسي وسورة البقرة بنية صادقة. داك الليلة كانت مختلفة، ما كان لا ضغط لا تنفس لا كوابيس، غير سكينة. طريق التوبة ماشي ساهل. أيوب ما وعاوش ساهل. الرغبة كتجي والوسواس كيرجع، ولكن دابا كان واعي. دار قوانين مع راسو، حذف كل شي، سد الانترنت في الليل، رجع للصلاة في وقتها، ولا كيصوم نهار في الأسبوع. وكان كل ما جاو الوسواس يقول: أنا تبت وما نرجعش. العبرة من بعد شهور أيوب تبدل، وجهه نور، قلبه هادي، وحياته ولات خفف. وعرف واحد الحقيقة خطيرة: الذنوب ما كتعذبش غير القلب، كتحل أبواب ما خصهاش تتحل. واللي كيستهين بالحرام راه كيغامر بروحه قبل آخرته. الخلاصة: القصة ديال أيوب ماشي تخويف، هي رسالة. اللي فتح باب الشر يقدر يسدو، واللي طاح يقدر يوقف. وربك يغفر، ولكن خاص صدق